بطل عبد الله رمضان شهيد. هتقول لي بقى بطل كمال اجسام ولا لاعب كوره ولا فخر العرب ولا اي حد في الدنيا. ده راجل اتعامل مع الموقف بالشكل اللي هو كان شايفه. محدش في الدنيا يقدر يقول ايه صح وايه غلط غيره هو، لان هو اللي واقف عارف حدود خدمته، عارف ايه التجاوز اللي حصل، عارف يضرب نار امتى. وان كنت ما تعرفش فانت عندك 3 مقتولين برضو من هناك، وعندك 7 مصابين منهم 3 في حاله حرجه، وده بمصادر منهم هم. وانا دايما بقول اللي بيطلع منهم بيكون اقل بكتير جدا من اللي احنا نعرفه، فيمكن الموضوع يكون اكبر من كده. كلامنا عن الراجل ده لانه بيمثل كل واحد فينا في نفس الموقف. كلنا اتربينا على نفس العقيده دي، ومحدش فينا ما بيتمناش الموت في ارض معركه مع الناس دي. ساعة لما بتسمع سيرة رفح وسيرة اخواتنا هناك تلاقي شعر جسمك كله بيقف، ما تفكرش لا في ولادك ولا في خوف ولا في تردد ولا في احساس بالذنب، لانك انت هتمسك سلاح وتحارب. الحاجة الوحيدة المؤكدة وان الواحد بيتمناها وتمنيتها دايما زي كل الناس، ان لو مات موتة في الزمن ده يموت موتة نظيفة. وما اظنش في موتة انضف في الدنيا من ان الواحد يموت وهو بيحارب. على الاقل خالص هيبقى ضامن جنة، ويبقى ضامن ان هو يشفع ل70 واحد من اهله. اقسم بالله اللي عمله الراجل ده انا متاكد ان هو بدايه لان احنا ننصر ناس كتير قوي. ما يتقارنش باي حد. لا تقول لي محمد صلاح ولا بيج رامي ولا مش عارف ممثل مين ولا لاعب مين ولا بطل في العاب فرديه او جماعيه مين، لا، ده راجل لازم تحفظ اسمه وتبقى عارفه كويس جدا. كل اللي مات هو بيدافع عنك وانت نايم في بيتك عشان اهلك وعشان مراتك وعلشانك وعلشان تحس بالامان اللي انت حاسه ده. هو ده الراجل اللي ينفع ترد اسمه وتتكلم عنه. هو ده البطل اللي لازم تقوله فعلا لاولادك عليه. الناس اللي واقفه على الحدود ديت هي اللي مأمناك وانت نايم على حسهم كويس ومبسوط ومزاجك حلو. كل فرد في الجيش بيحارب ما بيحاربش عشان نفسه، ده هو رايح يموت نفسه عشانك. ودي يمكن اكتر ميزه تخليك تحس بالامان في البلد دي، ان اي حد بيحارب فيها ما بيحاربش عشان حاجه معينه. عارف انت، انا بدافع عن مسيحي، بدافع عن اخواته وبدافع عن اهل بيته وهو نايم في البيت. وانا لما اخلص جيش وما حاربش وهو برضه يحارب او بيقف على الحدود، هو بيدافع عني وبيدافع عن اهل بيتي وبيدافع عن اهلي. فكره الحرب نفسها مبنيه على الاساس ده. عارف انت لما نروح نحارب انت ما بتدافعش عن الارض اللي انت او الكام شبر والبيت والعربيه بتاعتك او اهلك او بنتك، انت بتدافع عن كل بنت عايشه في البلد دي، عن كل ملك بتاعك وبتاع غيرك، عن كل ارض تخصك وتخص غيرك. فكره ان انا مثلا انا بقول لك انا رايح امسك سلاح واحارب علشان اموت عشان انت تبقى كويس، هو ده اللي حصل بالظبط. وعشان كده اسمه لازم يكون محفور طول الوقت في دماغك، لازم تقوله وتتكلم عنه، وكل ما تفتكره تقول الله يرحمه ويرحم كل اللي ماتوا من اول 67 لحد دلوقتي، واللي جاي ان شاء الله يكون بتاعنا ويكون لنا نصيب ان احنا نحرر الارض دي ونتكلم عنها ونموت فيها. سلام عليكم.